أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج عدي وشوت على راديو أون إير بالتعاون مع صفحة عدي وشوت وقناة عدي وشوت. أنا معاكم محمد حاتم. تعالوا نخش في أخبارنا سريعا، يلا بينا. هنبتديها من النهاردة من إيه يا أبو حميد؟ هنبتديها من النادي الأهلي. طبعا فوز النادي الأهلي في أول مباراة في أفريقيا ده بيدي طمأنينة للجماهير وأول تجربة للمدير الفني، وممكن ما تكونش أول تجربة قوي، يعني ممكن يكون الراجل لسه بيتدخل واحدة واحدة. النادي الأهلي بيستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية. في نفس التوقيت محمد شريف مهاجم الفريق بيغيب لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاث أسابيع. بالنسبة لي إمام عاشور ماشي بخطى ثابتة في العلاج، ولكن مش هيلحق السوبر المصري، وفي نفس الوقت في تقدم. أما بالنسبة لي أشرف داري فبيخضع لي أشعة جديدة لمعرفة سبب تكرار الإصابة. ما فيما يخص ملف التجديد فده متأجل بعد الانتخابات الرئاسية. عايز أقول لكم يسرو طلب باك شمال ومدافع ومهاجم. أبطال كرة اليد للنادي الأهلي بيفوزوا بالبطولة الأفريقية. تعالوا نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك والنقطة المضيئة هي فوز نادي الزمالك في أفريقيا على فريق الصومالي بنتيجة كبيرة جدا 6-0. أما فيما يخص نادي بيراميدز فنادي بيراميدز ماشي عمال يا صديقي العزيز بياكل الأخضر واليابس. نادي بيراميدز فاز بالسوبر الأفريقي على فريق نهضة بركان. تعالوا نقول لكم برضو ان نادي الاسماعيلي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي حول نادي الاسماعيلي، او خليني اقول لك مجلس ادارة نادي الاسماعيلي والمدير المالي والتنفيذي الى النيابة العامة لانهم وجدوا اخطاء مالية كارثية. نفس التوقيت الاستاذ اشرف ابو الحسن طلع واتكلم، او الباشمهندس اشرف ابو الحسن طلع واتكلم وقال لك ده مش احنا، ده المجلس السابق. لسه هنشوف. واحنا بنقول لحضرتك يا دكتور لو دورت في حتت كتير جدا جدا هتلاقي نفس الكلام. تعالوا نقول لحضراتكم برضو ان في مشكلة كبيرة في تنس الطاولة، عشان كده قلنا ليه الباشمهندس يعني لو حط ايده في حتت كتير جدا هيلاقي نفس الكلام. ولكن هنا بتأتي المصائب. رئيس الاتحاد ابنه بيلعب في منتخب تنس الطاولة، وفي نفس التوقيت عمر عصر اللاعب العالمي، اللاعب اللي محترف في ألمانيا، لاعب ذو خلق كبيرة ومصنف، بطولة أفريقية وبنلعب في النهائيات، وفي نفس التوقيت